سكالايزن في الاندلهوفز. صباح المانجا خلاط. اولا معلش انا اتاخرت عليكم شويه كتير، اصل كنت بربي شعري غير ان انا بعمل فيديو دلوقتي وانا في اوحش حالاتي، عيان يا عم الحاج. ثانيا اصل انشغلت بقى بعالم الشهره يعني. ولكل اللي ما يعرفش انا بعمل فيديوهات على ياهو دلوقتي، ياهو ويب سايت. and guess what؟ مفيش سكيورتي ولا فلترز. اللي نفسه في شتيمه ولا نفسه في كلمه حزقاه يروح دايركت على هناك، واللينك اهو، ويبدا يا جماعه براحته فاصل الردح. ثالثا ردا كده على شويه كومنتس جات لي على اليوتيوب فيديوز بتاعتي، البرنس اللطيف اللي بيقول لي حضرتك بتقلد فنانين من السعوديه. يا سلاطين الزبادي، للي ما يعرفش يا جماعه الفيديو بلوجينج ده حاجه مشهوره جدا على مستوى العالم، وكل الناس بتستعمل نفس الطريقه بتاعت الاديتنج في كل الفيديوز. فاكيد انا ما بقلدش ولا بقى بنقلد ولا دي زي مثلا الغنى ولا التمثيل. هو معنى ان انا بغني ولا بمثل ما دام امريكا عملتها يبقى انا بقلد؟ ده ايه الهس ده يا ربي؟ اصحاب العقول اتنوروا شويه، حبه سيرش على اليوتيوب شوفوا الناس بتتكلم بتقول ايه. كل الناس قالت لك ده بيقلد ري ويليامز. يا دي ري ويليامز. رابعا كميه الناس اللي بعتت لي كومنتس ورسائل بتكفرني على صوره 5 مللي في 5 مللي ومش باين منها اي حاجه، وناس بعتت لي بتقول لي اصل الناس بتتفتن من ايه والنبي؟ هو انا ذنبي ان ما اعرفش كام واحد نيتهم زي الزفت ولا نيتهم زباله دخلوا على الفيديو عشان يشوفوا واحده قلعه وما لقوهاش راحوا متضايقين بعتوا لي شتيم وعملوا ديسلايك، راحوا عشان يفضوا غلهم فيا راحوا شتمني. انا عاوز اسال سؤال واحد صغير قوي، يعني انتوا سبتوا كل الدش والقنوات بتاعت المزيكا وقنوات الافلام والناس اللي قاعده بتتعرى والناس اللي مش لابسه حاجه وجيتوا على صوره 5 مللي في 5 مللي ومتضايقين منها قوي كده؟ ده غير النت اللي مليان اباحه وكل حاجه فيه متاحه، ومسكتوا في صوره قد النمله مش باين منها اي حاجه ومتضايقين انها بتفتنكم، والنبي ده كلام عقلين. خامسا شكر خاص لكل الناس اللي متابعه فيديوهاتي على النت، وشكر خاص لكل اللي قال لي النقد اللي عايزه باحترام شديد من غير شتايم وقله ادب زي ولاد وكمان الناس اللي بعتت لي افكار جديده على اليوتيوب وبعتت لي افكار جديده على الفيسبوك، وكل اللي عملوا لي اد على الفيسبوك وما عرفتش اعمل لهم اكسبت لان الفيسبوك بيقبل بس ال 5000 واحد على الاكونت الواحد. وشكرا لكل اللي دخل على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك اهي، وشكرا لكل اللي شاف فيديوهاتي على الجمهوريه تي في. للي ما يعرفش الجمهوريه تي في بليز فيزيت ذس لينك. واخيرا شكر خاص لكل اللي بعت لي رساله على الفيسبوك وقال لي هو فين الفيديو الاصلي بتاع الأزر اللي في ابيض. سادسا عن احداث ماسبيرو، ما عنديش كلام كتير اقوله غير حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد عمل حاجه ضرت بالبلد وقومت الناس على بعض وراح فيها شهداء مالهمش اي ذنب في اي حاجه. سابعا الزمالك، طب ربنا يعلم قد ايه انا نفسي الزمالك كان يكسب في الكاس، والله العظيم كان نفسي يكسب في الكاس. مسيرها هتتعوض، الدوري جاي. برضه بقول هارد لاك للزمالك. ثامنا ستيف جوبز مات الله يرحمه. لا اما الرحمه لا تجوز على الكافر. ولا اللي قال لك نزعل على جوبز ولا الناس اللي بتموت في الصومال؟ اكيد احنا مش قاعدين جنب الحيطه نولول ونشد في شعرنا ونقول ستيف جوبز مات. ما كانش يومك يا جوبز يا اخويا، هتوحشنا ايفوناتك وايباداتك يا مسبتنا. بس يا مساكي هتموتي نفسك يا مساكي. يا جماعه كل الموضوع ان الناس زعلانه عشان خاطر ده واحد كان رائد في مجال التكنولوجيا في العالم، فعشان كده الناس متضايقه. تاسعا حد شاف اعلان ابو كرتونه يا جماعه؟ لو لا يبقى خد اعلان ابو كرتونه للكمبيوتر. انا عاوز كمبيوتر. خد ابو كرتونه. طب شفت فيديو عكاشه والسبايدر؟ لو لا يبقى خد فيديو عكاشه والسبايدر. انا تعبت. يا سلام. انا تعبت. 10 فيديو رساله الى التلفزيون المصري. احب اقول التلفزيون المصري بعد مذبحه ماسبيرو، انا شخصيا احب اوجه رساله للي عملوا الفيديو، ومش معنى ان انا كاره الفيديو معنى كده ان انا مع التلفزيون المصري ولا مع الفلول والهيصه الكبيره اللي هتتعمل عليا بعد ما الناس تشوف الفيديو ده. انا واحد من الناس اللي عندها يقين ان التلفزيون المصري ده ما هو الا تنويم مغناطيسي للشعب المصري. بس انا في رايي لو كنتوا شتمتوا التلفزيون المصري يبقى اقبح الشتايم كان هيبقى احسن 100 مره من موضوع التف ده. واخيرا لكل الناس الفاضيه اللي بتخش على اليوتيوب بس عشان تعمل ديسلايك وتشتم، ومش تشتمني انا بس، لا بتشتم بقيه اليوتيوبرز، احب اهديكم احلى رساله من احلى صديق. الناس اللي شتمت او اتريقت او ما فهمتش البرنامج انا بقول لهم خدوا راحتكم وقولوا اللي انتوا حاسينه يا ها يا ولاد اللي هزروا وشتموا براحتكم.
واحنا براحتنا برضه. اسمه تميم، لو ما شفتوش الشانل بتاعته خشوا الشانل دي. مين دلوقتي اللي هيغني لنا ويقول لنا زنجة زنجة؟ الله يرحمك يا غصيف، والنبي كنت بتضحكني يا اخوي. اراكم امس